الستيك اللي امي بتعمله معلم معايا جدا، لان اول مشهد في حياتي ذاكرتي فاكراه كان عندي حوالي 6 سنين. كانت امي في المطبخ بتعمل الستيك اللي انا بحبه، واول ما رجعت من المدرسه واختي فتحت لي الباب، جريت في طرقه بيتنا على امي وبقول لها: هو انا اصحابي بيجي لهم حد بيقولوا له يا بابا، هو انا بابايا فين؟ ساعتها عرفت ان بابايا متوفي من وانا عندي 3 سنين، والموضوع فضل مسبب لي ازمه. في مراهقتي كنت دايما بدور على المرجعيه، الشخص اللي ارجع له عشان اساله عن اي حاجه بتحصل لي. حتى التغيرات اللي بتحصل للولد في فتره المراهقه كنت بتكسف احيانا احكيها لامي. وبرغم ان امي عملت اللي عليها عشان تبقى اب وام، ده غير ان احلى ستيك باكله من ايديها، بس كنت شايف ان نظره الراجل للامور مختلفه، وده اللي كنت بدور عليه. فكنت شويه اخد صاحب مثل اعلى ومرجعيه، شويه اخد مدرس، وفي الجامعه كان في معيد كنت بعتبره قدوتي. لكن للاسف في كل مرحله كان كل واحد من دول بيخذلني بشكل ما، يا اما بيبعد بسبب ظروف الحياه وسحلتها. وفي مره بحكي مع صديق ليا بعتبره شخص ناجح جدا، لقيته بيحكي لي عن باباه وبيقول لي انا ابويا عمره ما كان مرجعيتي، ودايما كان بيعطل تقدمي مع انه فاكر ان ده لمصلحتي. ساعتها سكت وفكرت لحظه، واكتشفت ان مفيش بشر ينفع يبقى قدوه ومرجعيه كامله ليك في حياتك. مفيش بشر مرجعيه كامله ليك في حياتك، ولا حتى الاب. ممكن يبقى منتور في جانب من حياتك او في فتره من حياتك. واكتشفت ان وفاه والدي اكيد كان فيها حكمه، عشان دايما ادعيله وافتكره بالخير، بدل ما كان ممكن جدا يبقى موجود وما يدينيش اللي كنت محتاجه، زي ما للاسف ابهات كتير بتعمل. عايزك تعرف ان خلال رحلتي انا اتعلمت من كل اللي قابلتهم، حتى ولو خذلوني، بس اتعلمت. وده اللي خلاني اوصل للنسخة اللي انا فيها دلوقتي، واللي لسه هتتطور تاني كمان وكمان. واتعلمت من امي حاجات كتير، من ضمنها ازاي اعمل ستيك. فانت لو فاقد اب او ام، او حتى موجودين بس دورهم مش مؤثر، اوعى تزعل. انت تقدر تعمل كل حاجة وتتعلم وتكبر وتوصل في اي مجال. اي مجال انت بتحلم بيه تقدر توصل له وتبقى احسن واحد فيه. وفي شغلك تقدر تتطور وتبقى ناجح جدا لما تشوف اللي سبقوك والمديرين الناجحين والناس اللي ناجحة في مجالك عملوا كده ازاي. وفي تعليمك لما تشوف اللي نجحوا ذاكروا ازاي وعملوا ايه عشان يجيبوا مجاميع عالية. والعصر ده كل حاجة فيه بقت سهلة، وكله بيوثق عمل ايه وبيوثق رحلته على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب. حتى عشان تعمل جسم كويس وتحسن من صحتك الموضوع بقى سهل جدا. كل اللي عليك تبعتلي دلوقتي ويلا نعمل حاجة قوية مع بعض. استغل السنة الجديدة بأهداف جديدة، وكفاية تضييع وقت.